آمنوا كتب عليكم الصيام ولن يكون في كل شيء وسطه وكلوا واشربوا ولا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه له في شعبان تحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهي في سورة البقرة أيضا. وسورة البقرة أيها الإخوة الأحباب هي سلام القرآن، والسلام دائما يكون أعلى الشيء. دائما نقول سلام الجمل. ما هو سلام الجمل؟ أعلى شيء في الجمل، وهو الجزء البارز والمرتفع على ظهر الجبل. هكذا البقرة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سلاما، وسلام القرآن سورة البقرة. ولذلك أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، والحديث صححه الألباني وغيره، أن المصطفى قال: قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال المصطفى: اقرأوا الزهراوين. والزهراوان هما سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصطفى: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة أي السحرة. ولذلك قال المصطفى: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. إذن فالبقرة طاردة لكل الشياطين وطاردة لكل أعمال السحر. هكذا وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن بالبقرة آية وهي أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. وبها أيضا آيتين في الختام هما ختام سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة غفر الله له. وفي رواية أخرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ أي كانت كافيتين له من كل أذى. ولذلك أحد الصحابة علم التابعين أنهم يقرؤون آخر آيتين من سورة البقرة وآية الكرسي ثم يرددون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأنه من فعل لم يؤذيه شيء، إن قال يعني هذا الكلام قبل النوم لم يؤذيه شيء حتى الصباح، ولو قال هذا الكلام في الصباح لم يؤذيه شيء حتى النوم. فيذكر ان الصحابي اللي قال الكلام ده اصيب بالشلل، اصيب بالفالج. فيعني لما قال الكلام ده طبعا اللي سمعوا الكلام ما كانوش بيسمعوا كده، ده كل كلمة يعني بالنسبة لهم كانت أصل هم كان همهم الآخرة يعني، فكانت الكلام ما كانش يعدي كده يعني. فقالوا له: طيب ما انت بتقول لم يصبه شيء
حتى الصباح. يعني إذا أنا لو عملت الموضوع ده قبل النوم والصباح يبقى على مدار اليوم لا يؤذيني ولا يصيبني أي شيء، لا مرض ولا جات له جلطة ولا مس ولا سحر ولا أي شيء من أنواع الأذى، حتى يكون محمي من الناس. طيب امال انت جالك الشلل ليه؟ يبقى اللي جاي الكلام ده قالوا هو ايه؟ وهو مشلول اصابه الفالج. قالوا امال انت اصابك الشلل والفالج ازاي؟ لما انت بتقول ان اللي يقول الكلام ده لا يصيبه شيء. فقال لهم اصل الليله دي انا نسيت اقول الكلام ده، وبعدين اصابني الفالج فيها. لما نسي اصابه الفالج. فده إن دل يدل يا إخوة على يعني فضل هذه السورة العظيمة في الدنيا والآخرة. هذا في الدنيا، أما في الآخرة الزهراوان اللي هم البقرة وآل عمران تحجان عن أصحابهما يوم القيامة. تصوروا، يعني بيقول لك وده هذا دليل على أن الأعمال الصالحة تتجسد يوم القيامة. تتجسد يعني إيه؟ يعني الأعمال الصالحة اللي أنت عملتها تتحول إلى أجساد وتدافع عنك أمام ربنا. أنت مش هينفع تستأجر محامي يدافع عنك في محكمة زي ما بتعمل في محكمة البشر. لا، المحامي اللي هيدافع عنك العمل الصالح، زي ما بيدافع عنك وأنت في القبر. الصلاة تدافع عنك من ناحية الرأس، الزكاة تدافع عنك من ناحية اليمين، الصيام يدافع عنك من ناحية اليسار، صلة الرحم تدافع عنك من ناحية القدم، مش عارف ايه إذن الأعمال الصالحة تدافع عن صاحبها في القبر ويوم القيامة. هكذا وضح المصطفى، والكلام في سورة البقرة يطول، ولقد تناولت سورة البقرة أصناف الناس. فبدأ الله تبارك وتعالى بصنف المؤمنين، وهو حتى الترتيب في المصحف الفاتحة وبعد الفاتحة ايه؟ البقرة، صح ولا ايه؟ طيب اقروا معايا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب احنا بعد ما انتهينا من سورة الفاتحة واحد هيسأل يقول طيب مين هم أصحاب الصراط المستقيم؟ ربنا بيفسر لك ويوضح لك في سورة البقرة بعدها على طول، وده علشان تعرف ان الترتيب بتاع المصحف ترتيب توقيفي من عند ربنا. انت عايز تعرف أصحاب الصراط المستقيم، يرد عليك ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين اللي هم مين؟ أصحاب الصراط المستقيم. ما صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. ده الجزاء بقى، وأولئك هم المفلحون. طيب انت قلت غير المغضوب عليهم، مين المغضوب عليهم؟ ربنا بيرد عليك برضه بنفس الترتيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب ما انت قلت ولا الضالين، مين الضالين؟ ربنا برضو بيرد عليه بنفس الترتيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. هكذا قال الله. يعني الترتيب بتاع القرآن يا أخوانا ترتيب توقيفي. أنت عايز تعرف يعني أصحاب الصراط المستقيم، عايز تعرف المغضوب عليهم، عايز تعرف
اللي هم الضالين، أو ربنا بيفسرهم لك بنفس الترتيب، والسورة كلها مرتبة خلف سورة الفاتحة في المصحف، مع ان ترتيب النزول مختلف. اذا فالقرآن له ترتيبان، ترتيب النزول والترتيب في كتاب الله، ودي ترتيب مختلف عن ده. وسواء ترتيب النزول ده توقيفي، وترتيب المصحف برضو ايضا توقيفي يا اخوة. سورة البقرة جاءت لتتكلم عن اصناف الناس. هي الناس دي كلها عبارة عن كم صنف؟ الناس اللي عايشة على كوكب الارض دي كلها كم صنف؟ 3 أصناف. الصنف الأول صنف المؤمنين المتقين. طب والصنف الثاني؟ صنف الكفار والملاحدة وغيرهم. طب والصنف الثالث؟ نعوذ بالله أن نكون منهم، صنف المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المؤمنين خدوا كم آية؟ 5 آيات. طب والكفار 2 آيتين بس. طب والمنافقين 12 آية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما توعد المنافقين بالجزاء قال ايه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وده ليه؟ المنافق أشد علينا من الكافر. ليه؟ لأن الكافر ظاهر العداوة، لكن المنافق ده هو بيظهر لنا الإيمان لكنه يبطن فضرروا علينا أشد. ولذلك حتى إحنا بينا وبين بعضينا لما يكون واحد لسانه أرفل وبعدين أنت تقول عليه، واحد يقول لك يا أخي بس لسانه طويل، وبعدين أنت ترد عليه تقول له لسانه طويل بس قلبه أبيض. ظاهر العداوة بتاعته ظاهرة، يا عادي ظاهر في العداوة بتاعته.